إنجاز طبي كويتي. مستشفى جابر الأحمد يعلن عن نجاح وحدة الأوعية الدموية بإجراء عملية قسطرة معقدة لمريضة في 65 من العمر تعاني من تمدد قوس الشريان الأبهر. هذه العملية تعد من العمليات المعقدة جدا. تعمل العملية على استبدال القوس الأبهر بالكامل والشرايين المتفرعة منه إلى المخ واليدين، وذلك عن طريق القسطرة بالتدخل المحدود. الحالات المصابة تحتاج إلى طلب تصنيع دعامة خاصة تناسب مقاسات شرايين المريض، والتي يستغرق تصنيعها من 6 إلى 8 أسابيع. هذا النوع من التكنولوجيا متقدم ومخصص لمستشفيات محدودة حول العالم. وبدأ مستشفى جابر باستخدام الدعامات المتفرعة منذ عام 2020، إلى أن قام الأطباء باستخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال قسطرة قوس الشريان الأبهر المتفرعة. هذه العمليات تتم بمجهود جماعي من فريق متكامل من الأطباء. مستشفى جابر يفخر بإنجازه ليصبح من المراكز الأولى المعتمدة في الشرق الأوسط في عمليات تمدد الشريان الأورطي الأقل تعقيداً.